ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين طبعا في البدايه، ورمضان كريم عليكم يا رب ان شاء الله. هتكلم في الفيديو ده طبعا زي ما انت شفت في التايتل بره عن النظره الاولى، او خليني كده اقول لك الانطباع الاول عن مسلسل جعفر العمده. انا لحد دلوقتي في المسلسل اتفرجت على حلقتين بس، فهل الحلقتين دولت هيكونوا مبشرين ان المسلسل هيكون كويس ولا لا؟ او زي ما قال المخرج ان جعفر العمده هيعدي نجاح الاسطوره والبرنس؟ هنتكلم عن كل الكلام ده في الفيديو ده. في البدايه كده انا عايز اتكلم الاول بس عن الحاجات اللي عجبتني في المسلسل. اول حاجه ان قصه مسلسل جعفر العمده مختلفه شويه عن قصص مسلسلات محمد رمضان اللي فاتت. وركزوا يا جماعه، انا قلت مختلفه شويه مش مختلفه خالص، لان النقطه دي انا هبقى اتكلم فيها شويه بس قدام مش دلوقتي. المهم هنا ان في جعفر العمده محمد رمضان طلع بشخصيه غنيه، على عكس مثلا 80% من مسلسلات محمد رمضان اللي فاتت اللي هو بيطلع فيها شخصيه واحد غلبان وبعد كده ربنا بيكرمه. لا، هو هنا طالع في المسلسل غني وغني جدا كمان. اول حلقتين في المسلسل كان الايقاع بتاعهم سريع، وفي نفس الوقت الاحداث كانت بنسبه كبيره ما فيهاش ملل. واحسن حاجه ان هو من اول مشهد في المسلسل وهو مدخلك في الموضوع على طول، يعني بقى ما استناش ان اول حلقه يقعد يعرفك فيها بالشخصيات وكده ويضيع لك حلقه كامله على الكلام ده بس. لا، هو دخلك في المشكله اللي حصلت لجعفر على طول، وهي طبعا المشكله دي ان ابنه اتخطف اول ما اتولد من المستشفى، ان في بلطجيه ضربوا مراته الثانيه وسقطوها، وبالتالي كده جعفر خسر ابنه الثاني، وكل الكلام ده حصل في نفس اليوم. حابب بس اقول لكم حاجه، ان انا ممكن وانا بتكلم شويه في الفيديو احرق شويه في الاحداث، فلو انت لسه ما شفتش مسلسل جعفر العمده وناوي تتفرج عليه روح اتفرج على اول حلقتين من المسلسل وتعالى كمل الفيديو عادي. اما لو انت مش فارق معاك يتحرق لك كام حدث مثلا فقشطه كمل الفيديو مفيش اي مشاكل. اما عن الحدث اللي انا لسه حكيه ده فده مش حرق خالص، لو انت شفت البرومو بتاع المسلسل هتسمع الكلام اللي انا قلته، فانا يعتبر ما حرقتش، هو ده موجود كده كده اصلا في الاعلان الرسمي للمسلسل. اما عن الحدث الثاني بصراحه اللي عجبني وحسيت ان هو ده اللي فعلا مسرع الاحداث شويه، هي حته ان محمد رمضان واحمد داش لما كانوا في القسم، اما جعفر العمده خد بطاقه احمد داش وبرده خد بطاقه امه، وشك هنا او زي ما تقول اتلفت نظره ان في غموض حوالين ابو احمد داش. دي حاجه كويسه بصراحه ان هم فتحوا الموضوع ده في الحلقه الثانيه قبل مثلا ما نستهلك حلقات كتير على الفاضي، وبعد كده محمد رمضان يكتشف بالصدفه ان يعني احمد داش مش عارف لسه مين ابوه والكلام ده كله، وبرده الكلام ده كله هم وضحوه في الحلقه الثانيه. بس اتمنى برده ان لو فعلا احمد داش طلع ابن جعفر العمده في المسلسل فاتمنى ان القصه دي تتعمل يعني بحبكه كويسه، او بصراحه واللي انا اتمناه ان هو ما يطلعش مثلا احمد داش هو ابن محمد رمضان، عشان انا شايفها متوقعه شويه حتى لو هو عمل حبكه كويسه. فانا اتمنى مثلا ان ممكن يكون اي حد تاني يطلع ابنه، يكون حد تاني مثلا احنا لسه ما نعرفوش لحد دلوقتي، وبرده يتعمل لها قصه او تويست كويس، لان في الاول وفي الاخر الموضوع ده هو اللي مبني عليه المسلسل. بس في نفس الوقت برده هرجع واقولها لك تاني ان طالما الكلام ده حصل في الحلقه الثانيه ده يدل لك ان الاحداث ماشيه بسرعه جدا ومفيش بطء او مط في الاحداث. تعالى بقى اكلمك في اخر ايجابيه او اخر حاجه عجبتني في المسلسل، وهي الشخصيات او الادوار بتاعه الممثلين. اللي عجبني في الادوار بتاعه الممثلين في جعفر العمده هي ان مش لاقي حد دلوقتي بصراحه ميس كاست، او مثلا اي حد تقدر تقول مش لاقي عليه الدور. بس بصراحه برده انا اكتر 3 شخصيات عجباني في المسلسل، اول شخصيه عجبتني هي شخصيه الممثل احمد فهيم بصراحه، اللي هو طالع اخو جعفر العمده الكبير. هي الشخصيه كده زي ما تقول فيها مزيج من الكوميديا على مزيج تاني من ان هو عايز يثبت نفسه بس هو مش عارف، يعني هو عايز يبقى فعلا الاخ الكبير لمحمد رمضان وهو كبير المنطقه بتاعته والكلام ده كله، بس هو مش عارف يعمل كده. فالشخصيه يعني زي ما تقول كده ان الشخصيه دي فيها صراع كبير، فاتمنى ان الشخصيه دي تكون محور للاحداث قدام. تاني شخصيه عجبتني وهي شخصيه هالة صدقي اللي طالعه بدور ام جعفر العمده، عجباني الكوميديا اللي بتقدمها بصراحه لحد دلوقتي. ثالث شخصيه عجبتني برده في المسلسل هي شخصيه منة فضالي. هي منة فضالي تقريبا هي اكتر واحده من مراتات جعفر العمده اللي انا مهتم بالدور بتاعها لحد دلوقتي بصراحه، والحاجات اللي انا لسه قايلها دلوقتي دي هي اكتر حاجات عجبتني في مسلسل جعفر العمده. تعالى بقى نتكلم في السلبيات، او خلينا بلاش نقول سلبيات، نقول مثلا شويه ملاحظات على المسلسل لحد دلوقتي. اول حاجه ما عجبتنيش بصراحه كانت في شخصيه سوريا. انا هنا مش بنتقد مي كساب ولا بنتقد طريقه تمثيلها في حاجه، لا خالص، انا هنا بس بقول لك ان هو مطلع لك مثلا شخصيه سوريا ان هي واحده حراميه او واحده مريضه بالسرقه. في البدايه هو وضح لنا النقطه دي اما سوريا سرقت صباع الروج من دلال اللي هي امان العاصي، بعد كده بقى سوريا بتحلف لدلال ان هي ما سرقتش صباع الروج ولا الكلام ده، وهي بتحلف ام صباع الروج وقع منها، وبعد كده خلاص احنا عرفنا ان شخصيه سوريا شخصيه حراميه او بتسرق او كده. يعني ليه بقى انت بتروح تعيد نفس المشهد تاني؟ ما فيش دقيقه يعتبر اما هالة صدقي برده سالت مي كساب عن السلسله بتاعتها، ومي كساب بتحلف وتقوم برده السلسله واقعه منها، كررت لي نفس الموقف تاني. ما هي دي ما لهاش غير حاجتين، يا اما انت مثلا بتاكد لي ان الشخصيه دي هي شخصيه حراميه، وبرده على فكره هو المشهد يعتبر اتعمل مره تانيه بس في الحلقه الثانيه بعد كده، وده مش معناه ان بقول لك ما تعملش مشهد زي ده، لا بالعكس اعمله، بس اعمله في مشاهد تكون مستاهله. يعني انت خلاص عرفتني ان هي شخصيه حراميه، خلاص بقى يعني قرروا في المشاهد اللي تستاهل فعلا ان انت تظهر في المشهد ده. المهم نرجع تاني في الحاجتين، هل انت بقى يعني بتاكد لي ان هي حراميه خلاص انت اثبتت لي ده، ولا هل مثلا المؤلف وهو بيكتب المشهد مثلا حس ان المشهد ده هيعجب الناس جدا وهيضحكهم والكلام ده كله فيعيده مره ثانيه؟ انا بصراحه ما ضحكتش على المشهد ده لحد دلوقتي يا جدعان. بالمناسبه بس انا لو بقول حاجات ايجابيه او حاجات سلبيه هي دي وجهه نظر انا، يعني عادي انت قشطه ممكن تكون مختلف معاها او تكون متفق معاها عادي جدا مفيش مشاكل. بس سيبك بقى من المشهد ده بصراحه، ده ما ضحكنيش خالص. اللي ضحكني بصراحه شويه هو الفلتر اللي حاطينه لمي كساب في اول مشهد ظهرت فيه، على اساس يعني ان هم عايزين يبينوها اصغر سنا من دلوقتي، يعني بالظبط زي صوره ابو محمد رمضان اللي هو محمد رمضان نفسه، بس الصوره تقريبا معموله ببرنامج فيس اب على ما اعتقد. يعني نيجي بقى لنقطه ثانيه، والنقطه دي انا قلت هنأجلها لقدام وادينا جينا لها اهو دلوقتي. بص يا جدعان، هي فكره ان محمد رمضان يطلع الشخص
القوي الكبير المسيطر الكلام ده كله، هي كعاده مسلسلات محمد رمضان اللي فاتت يعني. انا عادي مش متضايق من النقطه دي خالص في جعفر العمده، ولكن اتمنى ان يكون في حد ندي شويه ليه في المسلسل، حد كده يكون في نفس القوه وفي نفس الذكاء يعني، عشان على الاقل نشوف حاجه مش ممله او حاجه احنا عارفينها قبل كده. اتمنى النقطه دي بس تتحسن شويه. واخر حاجه عايز اقولها هي مش انتقاد بس هو سؤال مش اكتر، بس في مسلسل جعفر العمده يعني، هي فكره يا جدعان بس ان محمد رمضان مثلا زي ما احنا شفنا ان هو بيبقى حكم وفي تحكيم واتنين بيستشيروه في حاجه وهو بيقول الحكم بتاعه والكلام ده كله اللي احنا شفناه يعني. انا بصراحه مش بشوف الكلام ده بيحصل في السيده زينب ولا في اي منطقه شعبيه يعني، انا مش بشوفه بالشكل اللي هو وراه لنا في المسلسل ده، او مش بشوفه يعتبر. ممكن مثلا الكلام ده ان هو يكون يحصل مثلا في الصعيد ولا حاجه، انما في السيده زينب انا ما شفتهاش لحد دلوقتي بصراحه. ولكن هقول لكم برده ان الموقف ده عامل دراما حلوه في المسلسل، بس هي مش واقعيه مش اكتر ولا اقل. كده انا يعتبر خلصت الايجابيات والسلبيات اللي من وجهه نظر انا، بس انا عامه المسلسل بشكل عام عاجبني وعايز اكمله عادي مفيش اي مشاكل، وبرده قدامها هبقى اتكلم عنه مره ثانيه. بس عايز اسال سؤال وانتوا تردوا عليه في الكومنتات تحت، هل انتوا شايفين، وانا برده هجاوب على السؤال ده عامه، هل انتوا شايفين ان مسلسل جعفر العمده هيعدي مسلسل البرنس زي ما محمد سامي قال؟ انا من وجهه نظري ما اعتقدش. انا اعتقد ان المسلسل هينجح وكل حاجه، وهينجح نجاح كبير جدا كمان، بس مش هيعدي نجاح مسلسل البرنس، او حتى هيجيب نفس النجاح اللي عمله مسلسل البرنس. وده الحاجتين بالنسبه لي. اول حاجه ان كان في مسلسل البرنس احمد زاهر وروجينا، وباختصار كده لو كان في مشاهد محمد رمضان ما كانش بيظهر فيها في مسلسل البرنس كانت الناس عادي بتنتظر دور احمد زاهر وروجينا يمكن اكتر شويه كمان من دور محمد رمضان. اما مثلا في جعفر العمده تخيل مثلا لو محمد رمضان مثلا مش موجود في مشاهد معينه، هل انت بقى شايف ان انت منتظر نجم معين مثلا في المسلسل؟ انا بالنسبه لي مش شايف لحد دلوقتي قوي. وتاني حاجه برده شايفها ان هي هتاثر على نجاح مسلسل جعفر العمده، ان من الموسم ده في رمضان في مسلسلات كتيره بتنافسه يعني، مثلا في مسلسل ضرب نار، في مسلسل مثلا رشيد، في برده مسلسل الاجهر اللي الناس بتتكلم عنه بشكل كويس جدا واخد تقييمات ايجابيه لحد دلوقتي، في برده سر الباتع اللي انا ان شاء الله هتكلم عنه بكره. انا اتفرجت على المسلسل ده وعجبني جدا. فاللي انا يعني اقصد اقوله لك من كل ده ان مسلسلات كتيره جدا بتنافس، وبالشكل ده هتاثر اكيد على مسلسل جعفر العمده، مش زي البرنس مثلا اللي كانت اكتريه الناس بتتابعه. بس ده اللي انا شايفه برده، مش معناه ان المسلسل مش هينجح، لا انا بقول ان المسلسل هينجح وكل حاجه، وممكن ينجح نجاح كبير جدا كمان زي ما قلت، بس مش هيبقى بنفس النجاح بتاع الاسطوره والبرنس يعني. بس كده ده كان رايي عن اول حلقتين في مسلسل جعفر العمده، وان شاء الله بكره هحاول اتكلم عن مسلسل سر الباتع في فيديو برده. اشوفكم ان شاء الله بكره، سلام.